ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل شويه فطير مشلتت كده فلاحي، حاجه كده. الطعم حكايه. سهل قوي وبسيط، مش هياخد مننا وقت خالص ولا مجهود. يلا نشوف بسرعه عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي حوالي كوبايتين ميه. انا كنت مستخدمه يعني من كوبايتين لكوبايتين ونص، بس هو تقريبا الدقيق بتاعي انا استخدمت حوالي كوبايتين مش اكتر. عندي بقى معلقتين سكر كبار، عندي معلقه كبيره ملح ممسوحه. هبدأ اقلبهم كويس جدا لحد ما يبدأوا يدوبوا في المية بتاعتي. مستخدمة بقى كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. هبدأ بقى انزل بنص المية بتاعتي على الدقيق، ونبدأ نعجن. بننزل واحدة واحدة عشان نشوف الدقيق بتاعنا محتاج مية قد ايه. المية في ايدينا. نبدأ بقى نلم الدقيق بتاعنا كله. سهل وبسيط، والطعم بقى ما اقولكوش احلى من الجاهز بتاع بره بكتير بمراحل. اول ما العجينه بدات تلم معايا، نزلت بقى على الرخامه بتاعتي. الفطير من الحاجات اللي بتحتاج عجن كتير، يعني مثلا تقريبا حوالي 10 دقايق عجن متواصل بقى، عشان العجينه تبقى يعني مخدومه صح. لو حسيتوا ان العجين بيلزق معاكوا شويه، ده طبيعي على فكره في الفطير. هبدا اعجنها بقى كويس. ابدا المها. عندي الطبق بقى بتاعي، هضيف فيه معلقه زيت، ونبدا نمسح الطبق بتاعي بمعلقه الزيت، ونحط العجينة بتاعتنا ترتاح لمدة تقريبا حوالي نص ساعة قبل ما نشتغل فيها. لما نريح العجينة تبقى سهلة جدا ان احنا نفردها. هبدأ امسح العجينة بتاعتي كده من كل الجوانب بالزيت. العجينة ارتاحت معايا نص ساعة تقريبا. هبدأ بقى اشكل، ابصه زي اللي بانا بالظبط كده. انا ان شاء الله ضامنة ان العجينة بتاعتي او الفطير بتاعي يطلع مظبوط قوي. لو مشينا على الخطوات بالظبط ان شاء الله اضمن لكم ان شاء الله انه هيطلع معاكم فطير ما دقتوش قبل كده في حياتكم. نبدأ بقى نشكل او نقسم العجينة بتاعتي. انا قسمتها حوالي 3 كرات، بس حسيت ان هي كبيرة شوية فعملتهم بعد كده شكلتهم 4. طبعا الحجم بتاع الفطير ده في ايديكم انتوا، كل واحد على حسب ما هو حابب يعني حجم الفطير بتاعه يبقى ايه. وممكن برضو نشكل الكمية بتاعتي على 5 كرات، نعمل 5 فطاير. سهل قوي وبسيط. عندي بقى الدقيق بتاعي، هبدأ رش الرخامة من تحت كده العجينة، ومن فوق برضو رشة بسيطة. ونبدأ بقى نفردها. انا مريحة العجينة بتاعتي كويس جدا، فتبقى سهل جدا معايا في الفرد. بصوا سهل قوي وبسيط. انا عندي هنا بقى بعد ما فردت العجينة كويس جدا، بصوا ما نفردهاش يعني تبقى رفيعة قوي قوي، ولا تبقى سميكة، يعني عارف اللي هو تاخد مثلا حوالي يعني نص سنتي كده. هبدأ بقى اضيف، انا استخدمت زبدة وسمنة. طبعا انتوا حابين تبقى الزبدة بس مفيش مشكلة، حابين تبقى سمنة مفيش مشكلة. نبدأ بقى نلفها رول كده، وابدأ المه كده من الجنب ده ومن الجنب ده، ونبدأ نكورها كده، ونعمل كل العجينة بتاعتنا بنفس الطريقة كده. هبدأ افردها. بصوا انا فردت لكم واحدة بالنشابة وواحدة كده بايديا. كده سهل وكده سهل. نبدأ بقى نفرد السمنة والزبدة بتوعي. انا مخرجة طبعا الزبدة قبليها عشان تبقى بدرجة حرارة الغرفة. مخرجاها قبليها تقريبا بحوالي ساعة عشان ابقى سهلة، تبقى سهلة ان هي تتفرد. ما نسيبش الزبدة او السمنة تسيح في طاسة، لا نخرجها بس بره كده، بره التلاجة تقريبا حوالي ساعة قبل ما نبدأ نشتغل بيها. بس انا لفيتها رول، لميتها من الجنب ده ومن الجنب ده، وابدأ اكورها كده. بصوا سهلة قوي. انا بعد ما بعملها كده بسيبها ترتاح حوالي تقريبا برضو نص ساعة تاني. عندي بقى معلقة زيت، افرش الصينية بتاعتي بمعلقة زيت كده. نبدأ بقى نفرد الفطير بتاعنا.
سهل قوي. وانا بفرد الفطير انا مشغله الفرن بتاعي تقريبا حوالي ربع ساعه قبل ما ابدا ادخل الفطير. الفطير بيحتاج نار عاليه جدا، اعلى درجه حراره عندي في الفرن. بنزل الصاج بتاعي تحت قريب، يبقى قريب من الفرن خالص من تحت. بصوا سهل قوي، مش هياخد مننا وقت خالص ولا مجهود، والطعم هيعجبكم جدا. هبدأ بقى افرد الفطير بتاعي كله كده بنفس الشكل. الفرن عندي طبعا مسخناها قبل ما ابدأ ادخل الفطير بحوالي تقريبا ربع ساعة. بصوا دخل الفرن كده، اول ما خلاص يبدأ بصوا بدأ كده الفطير بتاعي يبدأ يرفع كده وخد لون من تحت، بطفي من تحت واشغل الشواية من فوق ياخد لون من فوق. سهل قوي وبسيط. اول ما بيخرج انا بحب اغطيه عشان يفضل طري كده لحد بقى ما اعمل الكميه بتاعتي كلها من الفطير. بصوا اللون حلو قوي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، مستنيه رايكم وكومنتاتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.